السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ يا رب جميعا ان شاء الله تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا. النهارده كده ماما هتعمل لنا البغاشة. انا بصراحة ما كنتش اعرف طريقتها ولا اعرف بتتعمل ازاي. هي رقائق كده حلوة قوي، طعمها جميل، وهقول لكم كده انا عملت بيها ايه في الاخر. يعني كان نفسي اصور لكم اللي انا عملته، بس هقول لكم برضه انا عملت بيها ايه في الاخر. عملت حاجه كده افتكاسه بالليل في الفجر، وكان نفسي اصورها لكم، بس كنت قاعده كده بالليل ساعه تجلي وعملتها. هنا بقى المكونات بتاعتنا عباره عن كوبايتين من الدقيق، عليهم رشه من الملح، رشه بسيطه من الملح، ومعانا كوبايه من الميه، ميه من الحنفيه مش ميه سخنه. هنبتدي ان احنا كده ماما بتعجنها وهتلمها بقى كده وتعجنها خالص بكوباية المية دي بس. على ما اعتقد ده ديك اللي بره ده عمال يقول كوكو كوكو ده ولا ايه، مش عارفة بصراحة. ديك ولا عربية، والله ما عارفة. المهم يعني انا بسجل في الفجر كده وانا قاعدة مع نفسي. المهم ما علينا. فماما هتلم بقى العجينة كده، هي كوباية المية بس اللي خدتها، وهتلمها بقى كده. ده هو ديك والله يا جماعة، صوته غريب قوي، بس خليه بقى براحته. هنلمها بقى كده ونبتدي بقى ان احنا نخرجها من البوله، وماما هتعجنها كده على الترابيزه. لو عندك طبعا كاونتر او على الرخامه كده، ابتدي ان انت بقى عجنيها. ابص بقى كده علشان تلينها كده وتطريها على الرخامه، على اي حاجه كده، ترابيزه اي حاجه، وعجنيها بقى مره واتنين، روحي وتعالي بيها كده لحد ما تطرى معاكي وتبقى يابسه كده وحلوه. طبعا العجينة دي احنا مبنسيبهاش، لان دي طبعا لا فيها خميرة ولا فيها حاجة، دي بنسيبها بس ايه، ترتاح 10 دقايق، نريحها بس 10 دقايق، ما بنخمرهاش لانها ما فيهاش خميرة طبعا. بس كده العجينة دي يا جماعة بتنفع تتعمل منها الفطير، ويتعمل منها كمان الجلاش، تمام كده. فريحناها بقى 10 دقايق. ماما كانت بتعمل لنا بيها الجلاش زمان العجينة دي. وهتبتدي بقى ان هي تفردها. بصوا ده نشا مش دقيق. حطت طبقة نشا كده على الترابيزة، وبدأت تحط كده طبقة نشا تانية على وش العجينة، وبصوا بإيديها كده بتبططها بتتفرد بسهولة، عشان ريحتها بس ال10 دقايق. بالنشابة بقى بتاعتك، وبتجي بقى فريجي كده ايه العجينة. ماما كانت زمان لما كان بالها رايق، وما كانش بقى الجلاش انتشر في المحلات، كانت بتعمله لنا في البيت. كانت تعمل ايه، كانت تعمل نفس العجينة دي، وكانت تفردها رقائق رفيعة خالص خالص خالص، وكانت تقطعها بالسكينة، وبتفرد أول راق وتحط نشا وتاني راق، لغاية المهم ان هي كانت بتعملهم كده بطريقة معينة انا فاكراها، بس مش مركزة فيها قوي. وكانت تحطهم كلهم فوق بعض بقى ما بينهم طبقات النشا، وتبتدي ان هي تفردهم كلهم مرة واحدة. بعد كده تبص تلاقيها خرجت الرقات بتاعة الجلاش كده، رقة رقة. النشا لما بينهم كان بيخليها ان هي تتفك بسهولة. فانا فاكرة ماما كانت زمان بتعمل الجلاش على ايديها، كان عندها صبر بصراحة. ربنا يديك الصحة يا امي، يا رب يبارك لنا في عمرك ويخليكي لينا. وكانت بتعمل كل حاجة على ايديها والله ماما. بص بقى بتفردها بقى كده على قد ما بتقدر، وبتخلي سمكها، هتشوفوا كده السمك بتاعها. وطبعا النشا هو اللي بيساعدها كده اكتر على ان هي لا بتلزق ولا اي حاجة. تبتدي بقى ترش النشا تاني على السطح، علشان طبعا هتبرمها معانا هنا، هتعملها زي الرول كده، هتشوفوا معانا. في مرة كده خليها الغزالة تكون رايقة، وخليها تعمل لكم عجينة الجلاش في البيت. بتعملها كانت حلوة قوي قوي، كانت بتطلعها رقائق رفيعة كده زي اللي بنشتريها من بره واحلى كمان. بصوا بقى هتبتدي ان هي بقى تعملها رول كده. طبعا النشا، طبقة النشا دي هتساعدها ان هي ما تلزقش في بعضها، اللي هي رشتها في النص. بعد ما عملتها بقى الرول كده بتسويها. انا بصراحه ما كنتش اعرف البغاشه دي عباره عن ايه اصلا، ولا عمري بحثت عنها ولا شفت طريقتها. فلقيتها بتقولي هعمل لك عجينه البغاشه. قلت لها البغاشه عجينه؟ انا اعرف ان البغاشه دي حاجه كده زي المهلبيه. قالت لي لا، هي دي البغاشه. فقلت لها اعملي يا بغاشه. فعملتها لنا وطلعت حلوه قوي، وانا عملت بيها افتكاسه بالليل، هقول لكم بقى عليها. كان نفسي اصورها لكم، بس ما كنتش مركزه ساعتها ان هي هتطلع حلوه. يعني انا قلت هجرب، ولو طلعت حلوه حلوه، مش حلوه خلاص. بس بقى بصوا بعد ما عملتها رول كده بالسكينه، وبتبتدي ان هي تقطعها كده. بتبتدي ان هي بقى تقطعها كده يعني وحدات متساويه. مش عارفه الديك ده حاطين له ميكروفون في بقه ولا ايه، صوته غريب والله يا جماعه. وبتبتدي ان هي تسويها بقى وتقطعها بالسكينه كده حلقات متساويه.
اهو بصوا كده كوبايتين الدقيق. بصوا طلعوا كذا واحدة، بصوا طلعوا كمية حلوة. بصوا بقى لما بتفك شايفين رقائق كده. بصوا شايفين الورق بتاعها رفيع ورقيق قوي، بس هي طبعا عشان ملفوف رول طبقات حوالين بعض. بتبتدي بقى تاخد كده واحدة واحدة منهم، وتبتدي ان هي بصوا تبططها كده بالنشابة بتاعتها كده. اهو بصوا بتحطها. شايفين بقى الرول اللي هي لفته ده بدأ ان هو يعمل ايه؟ بدأ ان يعمل طبقات كده زي مورق كده في بعضه. اهو بصوا كده بتفردها كده اهو، وما بين طبقاتها بقى كده. بصوا شايفين النشا بقى كده مخليها اللي هي بقى ايه مورقة من جوه، علشان اللفة اللي هي لفتها لها. بنفس الكلام كده هتفردهم بقى كلهم اهو. بصوا بقى خلاص خلصت الكمية، فردتهم كلهم. كوبايتين الدقيق طلعوا معانا الصينية الكبيرة دي. وهنروح بقى على البوتاجاز في زيت دافي كده، نبتدي ان احنا هنقليهم بس كده. احنا بصراحة طلعناهم حطيناهم في شربات. ماما عملت شربات، كان عندها شربات هي كانت عاملاه ساعة لقمة القاضي. بتهيألي ده كان يوم لقمة القاضي او تاني يوم، مش فاكرة بصراحة. على ما اظن كان قبل لقمة القاضي، لا قبل لقمة القاضي. وكانت عملت لهم شربات عادي، شربات كنافة كده. كان كوبايتين سكر، كوبايتين مية، واول ما يغلوا عصرة ليمونة وكيس من الفانيليا. طلعتهم بقى بعد كده حطيتهم في الشربات. بصوا بقى بعد ما بيتقلوا كده بيبتدوا ان هم يعملوا زي رقائق كده، زي يعني مفرغين كده مورقين. بصوا وبيبقوا مقرمشين على فكرة، ما بيبقوش طريين، يعني هما بيبقوا مقرمشين. بصوا بقى كده بتطلع الواحدة مورقة كده وجميلة. بصوا فتحت ازاي من بعضها اهو. هقول لكم بقى اللي انا عملته. انا بصراحة بقى جيت بالليل كده وخدت بتاع حوالي 3 وحدات، وجبت كده طبعا ماما هتحطها بقى في السيرب. جبت بقى كده ايه فخار، وكسرتهم. كسرت ال4 وحدات دول او ال3 وحدات دول اللي انا خدتهم. ورحت جايه حاطه عليهم جوز هند، وحطيت عليهم شويه مكسرات كده. كانش عندنا بصراحه مكسرات، حطيت كده سوداني. ورحت حاطه عليهم لبن، حطيت قشطه، ودخلتهم الفرن عملتهم ام علي. طلعوا بصراحه تحفه، فبجد يعني اعملوهم ام علي. يعني انا بصراحه عجبوني قوي وانا عاملاهم ام علي. ماما كان عندها شوكولاته كده، راحت جايه مسقسقها لكم كده على الوش. فبصراحه في ام علي كانت تحفه. انا زي ما قلت لكم كده كام واحده كده كسروها، بدل بقى ما تجيبوا ملفي او تجيبوا كرواسون، لا كسروا كده كام واحده وحطوا عليها اللبن واعملوها ام علي. يا رب الفيديو يعجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.